ايه بقى الفرق بين الاف اتش اي والكونفنشنال لون؟ ناس كتيره بقى ايه بيقول لك انا دخلت في برنامج وانا مش عارف ايه البرنامج. اللون اوفيسر بتاعك بيقعد معاك وبيشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب لو السكور بتاعك قليل، خلي بالك الاف اتش اي بيبدا من 580 والداون بيمنت بتاعتها 3.5%. يا جورج انا السكور بتاعي كويس، اوكي 700 وشويه 800، ممكن تخش برضو اف اتش اي على حسب. الكونفنشنال لون بقى من الناحيه الثانيه مطلوب منه 680 واعلى، فده الحاجه الاساسيه، والداون بيمنت بتاعه 5%، ففي فرق. الريت بتاع اف اتش اي بيختلف عن الريت بتاع الكونفنشنال لون. ايوه، بيبقى الكونفنشنال لون اعلى شويه من الاف اتش اي. طيب ايه تاني يا جورج؟ الاف اتش اي في حاجه اسمها مورجج انشورنس. مورجج انشورنس ده ما بيتشالش. طب في الكونفنشنال لون لو عديت 20% يتشال. خلي بالك كمان بقى في الاف اتش اي في حاجه اسمها اب فرونت مورجج انشورنس. الاب فرونت مورجج انشورنس دوت غالبا بيتحط فاينانس، يعني انت بتدفع 2 انشورنس، في بريميوم الاولاني وهو 1.75 والتاني بتدفع كل شهر، بس ده بيبقى ضامن، بياخد كريدت سكور اقل وداون بيمنت اقل. الناحيه الثانيه كونفنشنال لون، كونفنشنال لون لو حطيت 5% ستيل المورجج انشورنس بتاعه قليل قوي، بس الانترست ريت بتاعته اعلى شويه. فجورج انهي واحد اخده؟ اف اتش اي ولا كونفنشنال لون؟ ده لازم تقعد مع اللون اوفيسر علشان بيقول لك انت كواليفايد انهي واحد. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير. فلو عاوز تتكلم معايا وتاخد كل المعلومات وتعرف كل حاجه، احجز ميعادك في الويب سايت بتاعتي gmbrokerage.com، نقعد نتكلم مع بعض. ربنا معاكم.